قالوا علي علا، قلت لا، فإن العلا بعلي علا، ولكن أقول كقول النبي: وقد جمع الخلق كل الملا، ألا أن من كنت مولى له يوالي عليا وإلا فلا. مشاركة من الأخ محمد الأنصاري، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى وليه وعلى وزيره وخليفته أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الشاعر الأديب: لمن الحفل رائعا يتلالى، يزدهي منظرا ويزهو جمالا. طبعا هذه القصيدة إلى المرحوم العلامة السيد جواد شبر. لمن الحفل رائعا يتلالى، يزدهي منظرا ويزهو جمالا، ولمن هذه الروائع تتلى، والأناشيد باسم من تتوالى. قيل قد توج الوصي وهذه بهجة التاج زانة الاحتفالا، واستنشقنا طيب الولاية منه، وسعدنا بنعمة الله حالا، واهتدينا بنوره مذ تجلى، بسماء الدين الحنيف هلالا. وعلى مشرع الغدير احتسينا في كؤوس الولا نميرا زلالا. وجدير هذا الشعور بيوم، وجدير هذا الشعور بيوم فيه دين الإله تم كمالا. رنة الوحي في المسامع دوت تملأ النفس هيبة وجلالا. بلغ الناس ما أتاك وإلا، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ الناس ما أتاك وإلا لم تبلغ وحي الإله تعالى. إنما أنت منذر وعلي، إنما أنت منذر وعلي، هو هاد يسير الضلالا. في فلاة تكاد تلهب نارا، ولظى حرها يذيب الرمال. وإذا بالرسول يلقي عصا السير، وتلك الجموع تلقى الرحالا. وتعالى الهتاف منه أجيب، وتعالى الهتاف منه أجيب، داعي الله فاستخف عجالا. كسيول جاشت وراء سيول، أو جبال في السير تقف الجبالا. زمر قد تحاشدت حول طه حشدها، زمر قد تحاشدت حول طه حشدها. يوم منه ترجو النوالا. غصت البيد واستحالت رجالا، ونواحي الفضا ضاقت مجالا. ورقى منبر الحدوج ومدت نحو السهام خضعا إجلالا. نحن نعيش في هذه الأيام في غدير علي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
النبي صلى الله عليه وآله لقد خطب في خطبته الكريمة بعد حج الوداع، ألا وهي آخر حجيج رسول الله صلى الله عليه وآله. لقد بلغ الولاية، قد أمر النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ الولاية، لأنه الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا يا رسول الله إذا لم تبلغ هذه الرسالة وهذه الولاية إذا نبوتك تكون هباء منثورا. يعني هكذا يقول العلماء، يقول بأن نبوة النبي صلى الله عليه وآله فتكون إذا لم يبلغ هذه الرسالة الإلهية فتكون نبوة النبي صلى الله عليه وآله معذرة لرسول الله صلى الله عليه وآله فتكون نبوته هباء منثورا. طبعا فنادى منادي لرسول الله صلى الله عليه وآله في الناس ألا أن رسول الله صلى الله عليه وآله يريد الحج وأن يعلمكم من ذلك مثل الذي علمكم من شرائع دينكم ويوفقكم أو يوقفكم على ذلك على ما أوقفكم به. فلما وقف بالموقف ذلك الرهيب الذي تجمع فيه الألوف الحاشدة أتاه جبرائيل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم عن الله عز وجل فقال: يا محمد صلوا عليه، يا محمد إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويقول لك إنه قد دنا أجلك ومدتك وأنا مستقدمك إليه على ما لا بد منه ولا محيص منه، فاعهد عهدك يا رسول الله، فاعهد عهدك وقدم وصيتك واعمد إلى ما عندك من العلم وميراث علوم الأنبياء، إلى أن يقول في خطبته الكريمة وقال: الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه، مجيدا لم يزل محمودا لا يزال، بارئ الممسوكات داحي المدحوات وجابر الأراضين وجبار الأراضين والسماوات، إلى أن قال في خطبته: وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنه الله الذي ملأ الدهر قدسه والذي يخشى الأبد نوره والذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشير ولا معه شريك، إلى أن يقول: وأشهد أنه الذي تواضع كل شيء لقدرته وخضع كل شيء لهيبته، ملك الأملاك ومسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، إلى أن يقول: معاشر الناس، ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأنا مبين لكم سبب نزول هذه الآية. ما هذه الآية التي جاءت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إن جبرائيل هبط إلي مرارا أو تكرارا وقيل 3 مرات، نزل جبرائيل عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك اليوم لأهمية وعظم المسألة. إن جبرائيل هبط مرارا، وقد يقال بأنه 3 مرات، يؤمن السلام ربي ويقول: أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي والإمام من بعدي الذي محله محل هارون من موسى، إلا أن طبعا هذا الكلام كله مأخوذ من كتاب البخاري والترمذي
وصحيح مسلم والصواعق المحرقة وكتاب ينابيع المودة، طبعا إلا ما نزر أنا أخذته من كتب الشيعة ولكن أكثره من كتب السنة. يقول إن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي والإمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي وهو وليكم من بعد الله ورسوله. وقد أنزل الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وعلي بن أبي طالب أقام الصلاة وأتى الزكاة. طبعا الإمام سلام الله عليه أتى بعبادتين بعبادة واحدة، الصلاة والزكاة، جمع عبادتين في عبادة واحدة، طبعا ما حد سواها لا من الأولين ولا من الآخرين. وعلي بن أبي طالب عليه السلام أقام الصلاة وأتى الزكاة وهو راكع يريد به الله سبحانه وتعالى. معاشر الناس، لا تضلوا عنه ولا تنفروا عنه ولا تستكبروا من ولايته، فهو الذي يهدي إلى الحق ويعمل به وزهق الباطل وينهى عنه، ولا تأخذه في الله لومة لائم. هنالك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وآيات وإشارات من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقفوهم إنهم مسؤولون، أي مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونسأل الله أن نستهدي بهدايته وأن يوفقنا لما فيه الخير والصواب. ولذا قال حسان بن ثابت في شعره، طبعا يقال بأن حسان بن ثابت قال هذا الكلام، ومن بعد ذلك طبعا أول من مدح رسول الله صلى الله عليه وآله هو حسان بن ثابت. طبعا هو شاعر الرسول، وأيضا هو من رأى الرسول ومن رأى خطبة الرسول صلى الله عليه وآله. ولذا قال: يناديهم يوم الغدير بخم واسمع الرسول مناديا، فقال: فمن مولاكم ووليكم؟ فقال: ولم يبدو هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت نبينا، ولم تلق منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هنالك دعا الله موالي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. هل بقي هذا الشخص وهذا الشاعر على ما قال؟ نعم، تغير. ماذا قال؟ قال: من سره الموت صرفا لا مزاج له، فليأتي معتدة في دار عثمان. بل يا ليت شعري وليت الطير يخبرني، ما كان شأن علي وابن عثمان، لتسمعن وشيكا في ديارهم، الله أكبر يا لثارات عثمان. هذا ما كان حسان بن ثابت في كلامه يناديهم يوم الغدير بخم، وإذا بالنتيجة ينقلب على عقب ويقول: الله أكبر يا لثارات عثمان. فلنتق الله سبحانه وتعالى. وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.